هاي جايز، كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير. اول شي سوري على شكلي، بس كان عندي امتحان، خلصت تاني امتحان فاينل، لسالي 4. ان شاء الله بيروح بسرعة مثل ما راحوا اول 2. اليوم كان عندي جنرال ميديسن، وخطر عبالي انه ليش ما احكي لكم كيف يومي بيمشي كطالبة طب اسنان وانفلونسر، فينا نقول شبه اكتف على السوشيال ميديا، لانه ماني اكتف هالفتره. ففي كثير اسئله بتجيني، لانا انت، لا وبيكونوا معصبين يعني، لانا انت كيف تدرسي طب اسنان وانت كل يوم بالاعراس والحفلات؟ اكيد واسطه. بحب اقول لكم اول شيء انه لا، مو واسطه، نحن بالامارات ما في واسطات ما في عندنا واسطات بالامارات. 2، تعالوا احكي لكم اليوم كيف بدأ مشان تعرفوا انه يعني يوم بحياتي كيف بيكون. اوكي، امبارح مثل ما شفتوا الستوريات اني طلعت، رحنا عملنا كم مشوار، بعدين طلعنا اكلنا ورجعت، مع انه كان عندي تاني يوم امتحان. فتعالوا احكي لكم كيف درست. امبارح فقت الصبح، فورا مسكت الايباد. امبارح كان عندي امتحان، خلصت الامتحان، اول ما طلعت من باب الامتحان وقعدت على البيت، مصطفى كان عنده مشوار فرحت معه انا وخاله. خلصنا المشوار، خلال هذا المشوار كنت انا عم بدرس، لانه ما كان انا بالجامعه بلشت دراسه. خلصت على 11، درست تقريبا شي نص ساعه، مو كتير، بس انه قرأت قراءه شي منيح. رجعت، كان لي دور بالمشوار، بس انه رايحه هيك رفع عدم. درست بحدود الساعتين او 3 ساعات. بعدين طلعنا اكلنا، لفلفنا، رجعت على البيت الساعه تقريبا 10 بالليل. بلشت من 10 ل3 الفجر عم بدرس. ختمت الحمد لله، امبارح ختمت. وبعدين نمت، امتحان قلت لكم على 11. فقت على الساعة 8 و9، من 8 ل10 راجعت ساعتين، نص ساعة طريق للجامعة، صارت 10:30. 10:30 ل11 راجعت، حليت أسئلة. 11 فت على الامتحان مدته 1:30، الحمد لله خلصته بنص ساعة، تقريبا 45 دقيقة، من نص ساعة ل 45 دقيقة. حملت حالي وطلعت طيران، وهيني بالطريق عم بحكي معكم. هلا بعد بكره عندي امتحان، يعني اليوم عندي بريك وبكره عندي بريك، بعد بكره عندي امتحان، بس امتحان كتير طويل، بدي ابدا له دراسه من اليوم. فرح اورجيكم كيف رح ادرس له اليوم، عشان تعرفوا كيف انه انا او ماي جاد بروح اعراس وبدرس طب اسنان. بقدر عادي، كلنا بنقدر. اللي اختار شيء بحبه بيعمل المستحيل لحتى يعمله. انا اخترت اني ادرس طب اسنان لاني انا بحبه، فانا عم بعمل المستحيل لحتى اسويه. وبس هيك مبدئيا. شكلي كثير تعبان لاني فقت بكير وما نمت منيح، بس الحمد لله ابدعت بالامتحان. وبس تعالوا، اليوم كمان في طلعة عائلية، بدي اورجيكم كيف برتب بين طلعة عائلية ودراستي وتصوير معكم. ليتس جو. بدي ادرس كمان، الامور تمام، ليتس جو. اوكي، لساني ما رجعت، جبت اغراض للبيت وجبت ورد كتير كبير. هيك انه للبيت، يعني بدي اغير عن نفسيتي، فبحس الورد هيك بغير لي نفسيتي صراحة، انه بحس انه مثل ضيف اجى لعنا على البيت. بس عم فكر اعطيه لولو صراحة، لولو اليوم عنا زيارة فانه هيك اكرام الضيف بيقولوا له. بس راجعة على البيت هلا، رح ادرس مثل ما قلت لكم. قد ما درست منيح صراحة بحس. واوريدي انا بالليل بدي احكي لكم قصة صارت معي قبل ما اطلع. كنت عند صاحبة محل ورد وعم انقي ورد وهيك محتارة وعم اطلع يمين يسار، فحكت لي انت من وين؟ قلت لها من سوريا. فقالت لي انه انت طالعة مثل برنسس، فانه انا استحيت، تشوفوني عن جد طالعة برنسس يعني. قالت لي انه هيك فايب التنورة وهيك، قالت لي طالعة مثل برنسس. قلت لها ثانك يو. حلو صح؟ كثير حلوة التنورة، رجعت لبستها اليوم، ما قدرت استحمل صراحة. التنورة كثير حلوة، انا ما بعرف ليش بترك ملابسي هيك معلقة. جايز، كيفكم؟ صباح الخير مرة تانية، مساء الخير مرة تانية. اوكي، رجعت على البيت، بدلت لبسي
درست تقريبا درس ونص أو درسين. أنا عندي تقريبا 6 دروس، يعني هنا درس ونص إلا يعني درسين إلا، فحسيت حالي أنجزت الصراحة. فهلأ طالعين بدي أورجيكم الأوتفيت كتير عاجبني، هيك الهير ستايل مع النظارات هدول الكتير خطيرين. رايحين ناكل طبعا يعني يا رب كوتش ما يشوف الستوري كمان مرة. بس أتوقع هذا أكل يعتبر صحي، صح خالو؟ صحي الأكل رايحين أي أكل صحي خالو؟ أي أكل صحي خالو. أكل شو ما بسأله بيقول لي صحي، بقول له برجر بيقول لي صحي، بقول له بيتزا بيقول لي صحي، ما بعرف ليش. بس إنه رايحين ناكل هلا هيك لحمة وحركات ونيوم، تحمست خلص بعدين يمكن نمر على المول. فهلا الساعة تقريبا 6:45 بس. هذا بدي احكي لكم اياه صراحة، ما عندي شي كمان اضيفه، خلص الكلام وخالص. يلا نسمع اغاني. باي. السلام عليكم. شكرا راح نستنى كثير، بس تشتغل برجع لكم. تعالوا اورجيكم شو جينا ناكل. بس ما لقيت فوق الاضواء، شكله راح يخطفونا او شيء اذا اختفيت بطلت انزل عرفوا انا وين خطوفه. تعال نشوف شو في هون. بس جينا ناكل من عند ميت موت. يس يلا بس تبلش الموسيقى، بس تشتغل موسيقى البوفيهات. عصب. الله توتر علينا بس. الله يستر. واو هي رح نستولي عليها طبعا. واو هي لولو هون ماسكين ايدين بعض، ما بنعرف ليه صح. والله ما شاء الله عليك. انا اول وحده بعمل خلص وافقت، ما عندي اكبر. الشو كفاني. يلا بدي اكثر شيء بحب التيست برضه بكون في نفس شكرا.